بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أجمعين. لعل ما يشغل الشعراء والأدباء وصانعي المحتوى في العصر الرقمي الحديث هو ما انتشر من السرقات الشعرية والأدبية ونسبتها إلى ما ليس له. والسرقات باب كبير لم يسلم منه كثير من الشعراء على مر العصور، وقد تكون في بعض أحيانها ليست بسرقة، حينما يطرق الشاعر موضوعا عاما كالمدح والقدح والرثاء وغيرهما. أما إذا كان بنفس اللفظ والمعنى والمبنى فهي سرقة بلا شك. والسرقة أمر مستقبح تعافه النفس وتكرهه الأخلاق الحميدة ويرفضه المجتمع والدين والخلق والعرف وكل ذلك. ومن أسبابه الانفتاح الكبير على مواقع التواصل والاتصال، وغياب الوازع الديني والأخلاقي والأدبي، وغياب الأنظمة والقوانين الرادعة في بعض الدول، وابتغاء الشهرة والانتشار بأقل الطرق وأقصرها، وكذلك الصعوبة الكامنة في الوصول إلى إثبات الحق. وهذا ما حصل للشاعرة سامية بوطابية، والتي تعرضت إلى مثل هذا من السرقات لشعرها. وإننا إذ ندعم الشاعرة قلبا وقالبا لاستعادة ما سلب من قريح أفكارها وغزير نظمها، لندعو لها أن توفق في استعادة ما سلب منها. كما يمكن من الحد من هذه الظاهرة المستقبحة والمرفوضة في الأدب هو مراقبة المنشورات التي يتم نشرها من هنا وهناك، وتفعيل قوانين الردع والعقاب بحق كل من يفعل هذا الأمر، وكذلك دعم أصحاب الأقلام الواعدة والجريئة والوطنية والأخلاقية كأمثال الشاعرة سامية وغيرها، وكذلك محاسبة المواقع التي تقوم على هذا الأمر، وكذلك على كل شاعر يشعر أو يحس أنه هضم حقه أن يبلغ عن هذه المواقع التي تنشر هذه الأعمال الأدبية المسروقة لهم. في نهاية المطاف أكرر دعمي المتواضع والأكيد للشاعرة سامية فيما تقوم به من استعادة حقها في هذه الأشعار. الدكتور موسى محمد مبروك.